كبيرة أثارتها عملية هروب رضوان فايد من سجنه، فبعد مرور 24 ساعة على فراره من سجنه الواقع في مدينة ليل شمال فرنسا، تساؤلات عديدة بدأت تطرح حول عملية الهروب، خاصة وأن فايد أثناء العملية كان مزودا بأسلحة ثقيلة وتمكن من تحطيم 5 أبواب قبل أن يلوذ بالفرار. الأبواب غير مزودة بأجهزة كشف المتفجرات، الأمر الذي يسهل إدخالها عن طريق الزوار. يجب تحصين الأبواب أكثر. وزيرة العدل الفرنسية رفضت بدورها أن يكون هناك خلل في أجهزة المراقبة. لا يمكننا أن نقول إن ما حصل ناجم عن خلل، وإن كان هناك من خلل فمن المسؤول؟ يجب أن نواجه ما حصل بكل الوسائل القانونية المتاحة لأننا في دولة قانون. النقابة طالبت بإجراء عملية بحث شاملة في سجن سوكودان كإجراء احترازي تخوفا من تكرار مثل هذه الحادثة. عندما يذكر اسم رئيسة الوزراء البريطانية